حد مرة قال لي إن المثالية في العلاقات زي السراب في الصحراء. كل ما تحاول تقرب منها بتكتشف إن مفيش حاجة حقيقية، وإن اللي بيدور على شريك مثالي بيقضي عمره كله لوحده. ده موضوع حلقتنا النهاردة في بودكاست وهم المثالية في العلاقات، والعلاقات اللي بتشمل كمان الصحاب. أنا نورهان حسن، وده بودكاست لما البودكاست اللي هيسمعك دايما من غير حكم. يلا بينا. في يوم من الأيام في واحدة صاحبتي قعدت معايا بتحكيلي إنها دايما بتحس إن أي علاقة بتدخلها ما بتكملش. فقلت لها اشمعنى؟ ايه السبب؟ قالت في كل مرة بتلاقي حاجة صغيرة في الشخص اللي قدامها بتخليها إن هي مش قادرة تكمل، أو إن هي لا أنا مش هقدر أتقبل حاجة زي كده. فقلت لها طب وإيه الحاجات اللي بتخليكي إن انتي مش قادرة تكملي؟ قالت بتقول ممكن الشخص ده ما يكونش مثالي كفاية، او ان هو ما عندوش نفس الاهتمامات اللي عندي، او ما هو ما بيسمعش اغاني زيي، او ان هو ما بيردش على الرسائل بسرعة او على طول. فحسيت اللي هو انتي بتدوري على ايه؟ انتي مفيش حد كامل. آه مستحيل مستحيل تلاقي حد كامل من كل حاجة. انتي اكيد انتي كمان عندك عيوب. وبعد كام تجربة اكتشفت انها مش بتدور على حب، هي بتدور على وهم، بتدور على حاجة اسمها الكمال. هل يا ترى وهل ترى احنا كمان بنعمل كده؟ هل بجد في حاجة اسمها شخص كامل او علاقة مثالية؟ الحقيقة ان المثالية اللي في دماغنا دي مش جاية من الواقع خالص. للأسف جاية من الأفلام، جاية من أفلام سندريلا وأبيض وأسود، وطبعا السوشيال ميديا اللي دايما شايفة ان مفيش عيوب في اي بني ادم، وان قد ايه الحياة جميلة ووردية، وقد ايه الناس كاملة. وده مفهوم خاطئ. احنا لو بجد هننزل بقى على ارض الواقع وننزل ونسأل ونشوف الناس، الكلام هيبقى مختلف. كل واحد فينا خلينا متفقين ان هو عنده عيب، وعنده عادة بتضايق، وعنده حاجة هو مش عارف يغير منها. ومش معنى كده ان العلاقة بقى هتكون فاشلة وكل ده، لا خالص. بالعكس، احنا مش ملايكة، والطبيعي ان احنا هيبقى عندنا عيوب، وده الطبيعي. ان العلاقات الحقيقية ما بتكونش مبنية على ان الطرف التاني يبقى نسخة مطابقة للحلم اللي في دماغك او في دماغي او في دماغنا كلنا يعني. المهم، العلاقة الحقيقية بتبقى مبنية على القبول. اكيد كلنا اكيد سمعتوا عنه قبل كده. القبول هو انك تتقبل عيوب الشخص اللي معاك وتفرح بمميزاته. حد يشوفك زي ما انت، مش لازم يعني شخص مش زي ما لازم تكون، لا هو عايزك زي ما انت، مش زي ما لازم انت تكون. ويا ريت نركز في الكلام علشان ما لقيش حد جاي يقول يا نورهان اتقبل عيوبه. يعني قصدك مثلا الواحد عصبي قوي وممكن عصبيته تخلينا هو يكسر اي حاجة على راسي، فمعلش ده عيب، فلازم بقى اتقبله عشان انت قلتي كده، انت قلتي ان احنا عندنا عيوب فلازم اتقبلها واحترمها وعشان الدنيا تمشي. لا العصبية تمام، بس العصبية ليها درجات. ما هو انا معلش، احنا ناضجين كفاية وفاهمين يعني ايه عيوب اقدر اتقبلها، ويعني ايه عيوب انا ما اقدرش اتقبلها. ما نقيش واحدة جاية تقولي اصلا هو شخص مثلا بيكذب، او مثلا شخص بيعمل عادة معينة وتقولي لا ما تلاقيش انا هغيره. سمعت الجملة دي كتير، انا هغيره. حبيبتي تغيري ايه؟ حبيبتي كان غيرك اشطر. محكمة الأسرة مستنياكي فيها.
هو اللي هتغيريه. فالتقبل ده اللي هو مثلا انا عندي عادة مثلا عصبية شوية، نكدية حبتين، بنسى ان انا اطفي نور الحمام ورايا، دي عيوب اقدر ان انا اتماشى بيها الدنيا ونتماشى والحياة بتمشي. لكن ما لاقيش العيوب كبيرة واقول اصلا نورهان قالت هو لازم نتماشى وكده ولازم نتقبل عيوبه واحبه على هذه العيوب، لا لا انا ما قلتش كده. العلاقات مش انك تلاقي حد يحبك، لا، انك تلاقي حد يتقبلك من غير ما يحاول انه يغيرك. ده بجد بجد دي حاجة اللي بتخلي فعلا العلاقة مريحة، وقد العلاقة ما بقاش فيها ضغط نفسي وتوتر بقى، وان الشخص اللي معاكي او حتى الصحاب، يعني حتى كمان العلاقة بين الصحاب الاقي في ناس من الصحاب يقولك لا انا مش قادر، انا مش، في ناس مش عارفين يعملوا صحاب لانهم عايزين ناس شبههم قوي في كل حاجة. مش هتلاقي حد شبهك، يعني مستحيل تلاقي حد شبهك. فانت لازم تتأقلم مع اللي حواليك، تتأقلم على عيب الشخص الفلاني، تتأقلم على طريقة الشخص الفلاني. انت بقى حاول تقول لهم ما تعملش تصرف كذا، ما تعملش كذا عشان التصرف ده بيضايقني، لكن كشخصيته حاول تتأقلم عليه. ما انت اكيد برضو فيك عيوب، واكيد صاحبك ده هو مستحملها تمام، هو عارف يتأقلم معاها. فالمشكلة هو مش عنده، المشكلة عندك انت اللي مش عارف تتأقلم على عيوبه او على ده. الطبيعي ان ده هتلاقي ان في ناس مش شبهك. كذلك الامر الشخص مثلا ما بيحاولش ان هو يغير البنت اللي معاه، فقد ايه هتلاقي ان العلاقة انت مرتاحة فيها نفسيا، هتحسي ان انت فعلا في علاقة مثالية بقى. فاخيرا عايزة اقول لكم صدقوني اللحظة اللي هتوقفوا فيها عن مطاردة المثالية هي اللحظة اللي هتبدأوا فيها انك تعيشوا فعلا الحياة الحقيقية والمثالية اللي بتدوروا عليها. وبكده هيكون انتهى البودكاست بتاعنا. اتمنى ان هو يكون عجبكم ويكون افادكم وقدرت افيد بيه حد، واستنوني ان شاء الله في بودكاست جديد، ومستنيه رأيكم في الكومنتات. باي باي.